إذا أنتم بخير فأنا بخير. هذه الجملة الشهيرة التي قالها الزعيم علي عبد الله صالح بعد أن تم استهدافه في جامع دار الرئاسة هو وقيادة الدولة وفي بيت من بيوت الله وفي يوم جمعة رجب مثل هذا اليوم، وبعد أن تفحم جسد الزعيم علي عبد الله صالح وهو يصارع الموت طلع علينا ليطم أبناء شعبه اليمني العظيم ويقول: يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، إذا أنتم بخير فأنا بخير. هكذا قالها الزعيم علي عبد الله صالح. فنحن الآن يا سيدي الرئيس يا علي عبد الله صالح لسنا بخير، لسنا بخير من بعدك يا علي عبد الله صالح. اسمعوا الجملة الشهيرة التي قالها الزعيم علي عبد الله صالح: لا لها علاقة ما يسمى بثورة الشباب اللي موجودين في ساحة التقرير. هؤلاء عصابة مسلحة احتلوا مؤسسات الدولة والوزارات ونهب الممتلكات. لا لها علاقة بأي انتفاضة أو بما يسمى بساحة التقرير، ولكن هذا راكب حماقة وراكب غرور، وهي حركة انقلابية للسطو على المال العام وإخراج المواطنين من مساكنهم. فنتوجه بالشكر والتقدير مرة أخرى لكل أبناء الوطن رجالا ونساء وأفراد القوات المسلحة والأمن البواسل على سؤالهم: وإذا أنتم بخير فأنا بخير. إذا أنتم بخير فأنا بخير والحمد لله، وإن شاء الله يخرج شعبنا من هذه المحنة.